السلام عليكم، شكرا أعزائي، شلون الصحة؟ أهلا وسهلا بكم قناة جمال الشطارة. رجعنا اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم هو ضمن سلسلة العناية بالأطفال. قبل لا نبدي لا تنسوا الدعاء لإخواننا، الله يفرجها عليهم إن شاء الله. الله كريم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله أرحم الراحمين. هي كل ما طال أمد الحرب ما يخالف، هم راح يعجل هذا بزوال الكيان، ماشي؟ بس هي مو حرب نظامية بين جيشين، هي حرب انتقام من المدنيين. الناس تعبت. الله كريم، الله يتلطف بحالهم إن شاء الله. إن شاء الله نهاية هالحرب، الله كريم إن شاء الله على نهايتها. فيديو اليوم هو كيفية التعامل مع الطفل المصاب بالمرض السادس، تمام؟ أو وردية الرضع يسمونه، أو نسميه الحمى الوردية. شنو هو المرض السادس؟ المرض السادس هو التهاب فيروسي اللي يسببه فيروسات اثنين، هيومن هربس فيروس 6 و7. 6 أكثر وأشهر من 7 يسببه. يصير بالأطفال الرضع اللي هم أكثر شي راح يصير بالأعمار ما بين 6 أشهر إلى 9 أشهر. ليش بهاي الفترة؟ لأن الأجسام المضادة اللي جاية من الأم بهاي الفترة هسه قلت من دم الطفل، تمام؟ هو طبعا أكثر شي هو جو السنتين هذا المرض بالأطفال، تمام؟ وشافوا يعني لحد السنتين انه 95% من الاطفال راح يكونون مصابين به. ممكن الاعراض بينت، ممكن ما بينت، بس هم انصابوا به وعندهم مناعة له. الاعراض هي تبدي بارتفاع درجة الحرارة، ممكن توصل ارتفاع جدا قوي يعني، بس بنفس الوقت الطفل مش يشوفونه خامل وتعبان ويعني نسميه توكسيك، يعني جدا تعبان، لا، راح تشوفون طفل متهيج وممكن حتى الرضاعة مالته ما تقل، تمام؟ فهي هاي علامة انه هو الهدف من الفيديو مو التشخيص، احنا ما بالبيت نقعد نشخص طفل، هدف يعني تعليم الاهل شلون نتعامل ويا الطفل منا لما يصير الصبح وياخذونه للمستشفى للطبيب، تمام؟ بالنسبة للحرارة هي بها نوعين، يا اما ارتفاع جدا قوي وتنزل، ذاك الوقت راح يبدي يطلع الحب، هذا اللي نسميها الحبوب، هاي الطفح الجلدي. بهاي الحالة أنا من يجوني أفرح، يعني معناتها عبرنا مرحلة الحرارة وما صارت عندنا اختلاجات، لأن أكثر شيء بهاي الفترة يصير اختلاجات عند الأطفال، ماشي؟ ثلث الأطفال المصابين بالمرض السادس هم يصير عندهم اختلاجات أثناء ارتفاع الحرارة. بعد عندنا النوع الثاني، لا، الحرارة تمشي تدريجيا، أوكي؟ قلنا راح توصل مراحل جدا عالية، ممكن يصير احتقان بسيط بملتحمة العين. هو الطفح من راح يشوفونه بالأطفال ممكن يشبه الحصبة، بس شلون نفرقه؟ الطبيب يفرقه. ملتحمة العين هنا التهابها لو ماكو لو قليل، ماشي، الطفل ما يكون خامل وجدا تعبان، لا، يكون زين، اكو عنده نشاط. وبعد هواي شغلات هي بالحصبة تفرق لنا، يشبه الحصبة الألمانية، ويشبه عندنا الحمى القرمزية، صح هي نادرة جوا السنتين بس يعني ممكن تصير، ماشي. المرض السادس ليش سموه؟ لأن هي الأعراض عادة ب6 أيام رايحة، أوكي؟ ممكن 15% من الأطفال ب6 أيام تبقى، أكثر من 6 أيام، بس هي يعني عادة لحد 6 أيام كل شي خالص، الحرارة رايحة، الحب مختفي، لذلك سميناه المرض السادس. ليش سموها الولادية الوردية أو وردية الرضيع أو الحمى الوردية؟ لأن هذا الحب هو راح يصير قلنا مثل الحصبة، ماشي. طبعا هو هذا المرض ما إله موسم، طول السنة موجود، تمام. وبعد عندنا المضاعفات قلناها، هي أكثر شيء وأشهر شيء هي الاختلاجات، احنا نسميها بالعراق الشمرة، اللي هي تصير بثلث الأطفال، يعني نسبة كبيرة، بس يعني هي مو مؤشر انه راح يصير عندنا لا سمح الله صرع بالمستقبل او ترجع هاي الاختلاجات من جديد ويا اي التهاب جديد ثاني، ما له علاقه، مثل اي التهاب فيروسي صارت ويا هاي الاختلاجات. العلاج لهم هو ماكو العلاج يعني مضاد فيروسات محدد، حتى لو استخدموه بالحالات جدا صعبة، بس احنا عادة هي هاي الاعراض اللي ان شاء الله تكون بسيطة ومشت ان شاء الله بدون مضاعفات شديدة، هو علاجات مساعدة، نكثر للطفل سوائل، نحاول نقلل الحرارة، نسوي له كمادات الطفل ماي فاتر، تمام. ليش ماي فاتر مو ماي بارد؟ الماي البارد راح يسوي لنا شلون الأوعية تتقلص، تمام،
فراح يمنع أصلا فقدان الحرارة وخسارة الحرارة عن طريق الجلد. بينما الماء الدافئ عادي نقدر احنا هو خاوي نبلله، نسوي كمادات للطفل ونرجع مرة ثانية نبلله. وبعد عندنا وشرحت لكم فيديو مالت الحرارة شلون نقلل حرارة الطفل نخفضها وبدون استعمال سبيرتو كحول. هاي الشغلات ممنوع يصير لها امتصاص، ماكو هيجي شي اسمه نمسح جلد الطفل بسبيرتو حتى تقلل الحرارة. وبعد عندنا ما يصير نستخدم خافضات الحرارة كل 4 ساعات وشكلين جاي يجون يعطون الطفل خافض حرارة تحاميل وياها الشراب، هو لو هاد وكل 6 ساعات تمام. يعني إذا مضطرين 4 ساعات أوديه للمستشفى، بس مو أظل أطبق. هو الطفل إذا مريض الكبد مالته يعني مريض، معناته راح يصير عرضة للمضاعفات وتسمم البراسيتول أكثر من الأطفال الصاحين. إحنا مو نعالج شغلة إنه بنروح بشغلة ثانية، تمام. هسه إحنا مثلا طفل صعدت الحرارة وصارت عنده اختلاجات وإحنا مسوين كل اللي علينا، ماشي. هل إحنا المفروض راح نظل نشعر بالذنب تجاهه؟ يعني واحد سوى كل اللي عليه، بعد هاي صارت الشمرة إن شاء الله ما ترجع بعد، ماشي. وبعد اكو شغلة انه هل انه من الطبيعي احنا نتعلق بالاطفال المرضى؟ طبيعي واحد يتعلق بطفل مريض، خاصة اذا حالته اصعب من غير اطفال او مرض مزمن. هل طبيعي اذا احنا سوينا كل اللي نقدر عليه ويا هذا الطفل احنا راح نبقى نشعر بالذنب تجاهه؟ واحد سوى كل اللي عليه، يبقى الباقي على رب العالمين. من يأذن رب العالمين راح يطيب هذا الطفل، اوكي. هذا الطفل احنا راح ندعي له ونبقى وياه، واكو اطفال ثانيين هم محتاجين، هم لازم نبقى وياهم احنا، ما نهمل بقية الاطفال على حالة طفل واحد. وممكن الله كاتب له الشفاء راح يطيب، بس مو هسه، بعدين ان شاء الله، تمام. اذا عندكم اي سؤال تكتبوا تعليقات. مع السلامة، الله وياكم.